السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ ايه الاخبار؟ النهارده ان شاء الله انا جاي ادردش معاكم في درس صغير كده بعنوان الانيمال بيهيفير، درس من الدروس اللطيفة والصغيرة. الانيمال بيهيفير من الدروس اللي عادة لا يخلو منها امتحان بيجي عليها سؤال غالبا او سؤالين، بس بيكون انا بعتبره سؤال هدية، سؤال سهل اللي هو يعني ايه لازم تحله صح لان كل الدرس سهل، وهو درس بيخلص تقريبا في 10 دقايق او ربع ساعة. يلا بينا نبدأ ونشوف هياخد مننا قد ايه. اول حاجه تعالوا نقول يعني ايه انيمال بيهيفير. كلمه بيهيفير يعني سلوك، فانا كاني بقول سلوك الحيوانات. تمام. فانيمال بيهيفير يعني السلوك الحيواني. كلمه سلوك اصلا يعني ايه؟ السلوك هي الطريقه اللي الكائن بيتجاوب بيها مع المؤثرات اللي حواليه سواء كانت داخليه او خارجيه. السلوك هو رد فعل لمؤثر حصل. انا مثلا الطفل صغير ففي حاجه وجعته فسلوكه ان هو يعيط. طفل صغير حط حاجه في ايده فايه اللي حصل فايه؟ فهيمسكها جامد وهكذا. فقصدي السلوك يعني ايه كلمة سلوك او يعني ايه كلمة behavior؟ هو رد فعل لمؤثر خارجي حصل. السلوكيات هنقسمها نوعين، نوع اسمه innate behavior او inborn behavior، والنوع التاني learned. يعني ايه innate behavior يعني ايه inborn behavior؟ innate او inborn معناها ان السلوك ده انا اتولدت بيه، محدش علمهوني. انا اتولدت بيه من وانا صغير، يعني انا اتولدت بعمل السلوك ده بدون سابقة خبرة. الطفل الصغير حد علمه ازاي يعيط؟ محدش، هو اتولد من بطن مامته بيعرف يعيط. حد علمه ازاي يعمل ساكلينج زي مص؟ محدش علمه ازاي يمص، هو اتولد تحط في ايدك، حط في بقه اي حاجه هيقعد يمصها. حط صبعك على ايده كده هيقفل عليه، الجراسب ريفلكس. في مجموعه من السلوكيات ربنا خلقها فيه علشان تحميه وعشان يتجاوز بيها مرحله الطفوله بتاعته. هو بيعيط عشان لو حصل اي مشكله عنده، جعان عطشان حاجه بتوجعه، بيعيط عشان مامته تنتبه فتراعيه، فده سلوك هو اتولد جواه. فالانيت بيهيفير هو سلوك جيني موجود جوه الانسان او جوه الكائن من ساعه ما اتولد بيه بدون خبره سابقه، محتاجش ان هو يتعلمه. على عكس الليرند بيهيفير، التعلم، السلوكيات اللي احنا اتعلمناها. انا لما كبرت عرفت ان الحاجه دي وحشه فما عدتش بعملها، او لما ماما قالت لي انت لو مثلا لمست النار انا هضربك، او انا بالفعل لمست النار فاتلسعت فخدت خبره ان النار دي حاجه وحشه بتديني بانشمنت، فبطلت ان انا المسها تاني. يبقى دي حاجات احنا اتعلمناها بالتجربه. لكن الانيت بيهيفير احنا اتولدنا بيه. عندنا اكزامبل مهم على الانيت بيهيفير هو الستيكل باك فيش. بحب اقول لكم عليها ايه الستيكل باك فيش دي، حافظ مش فاهم يعني ايه. دي سمكه عايشه في البحر عادي، لها عدو معين هي عارفاه، بيكون عنده ريد بيلي، عنده حته حمراء في جسمه. فهي عارفه ان لو اي حاجه لونها احمر قربت منها تطلع تهاجمها على طول. طب لو اي حاجه لونها مش احمر مش هتهاجمها، هي حافظه ان الاحمر عدو فبتهاجمه. عملنا في مره تجربه وجبنا لها دميه لونها باللون الاحمر، طلعت هجمتها وكسرتها. وفي مرة تانية جبنا لها السمكة اللي هي العدو بتاعها ودهناها بالاسود، فما شافتهاش ولا هجمتها ولا عملت فيها اي حاجة. فالفيكسد اكشن باترن بيقول لك هو ايه؟ هو النيت بيهيفير، حاجة احنا ايه اتولدت جوه السمكة. هايلي ستيريوتيبيكال بيهيفير يعني في كل مرة بتعمله بنفس التايب، بنفس الطريقة بالظبط، ولما بتبدأوا بتكملوا بغض النظر هو مفيد ولا مش مفيد، عشان كده قلت لك عليه حافظ مش فاهم. الفابس او الفيكسد اكشن باترن الاستيمولس بتاعها بنسميه ساين ستيمولاي، في علامه معينه. في المثال بتاعنا الساين ستيمولاي ايه؟ هو الريد بيلي، ان هنا لما تشوف سمكه لونها احمر تطلع تهاجمها على طول. فتاني الفيكسد اكشن باترن هو النيت بيهيفير. الفيكسد اكشن باترن الاكزامبل بتاعنا فيه الستيكل باك فيش، وده اكزامبل بيجي كتير في الامتحان. والاستيمولس اللي بنشوفه هو ساين ستيمولاي. الراجل اللي عمل اكسبيرمنت او عمل تجارب في القصه دي كان اسمه تايم بيرجن. ما شفتش عليها اسئله قبل كده، بس يا شباب اسماء الساينتست في الدرس ده مهمه. ده الانيت بيهيفير اللي عندنا. بعد كده هيبدا يكلمك عن الليرنينج ويقول لك يعني ايه تعلم. فهيقول لك في الاول التعلم عمليه معقده بتحتاج لوقت طويل والفتره طويله، منطقي. التعلم احنا بنعدل رد الفعل بتاعنا، بنعدل الريسبونس او البيهيفير بتاعتنا نتيجه للتجربه والخطا. طيب مين اللي هيحتاج للتعلم؟ الكائنات اللي بتعيش 3 4 ايام وتموت، الحشرات والدبان والكلام اللي هو اصلا هيعيش 3 4 ايام وخلاص، ولا الكائنات اللي بتعيش فتره طويله فعندها فرصه للتجارب وفرصه للتعلم؟ والله اللي بيعيش فتره قصيره خالص ما عندوش وقت للتعلم، فعاده بيعتمد على الانيت بيهيفيرز او بيعتمد على الفيكسد اكشن باترن كاكزامبل.
طب الكائنات اللي بتعيش فتره طويله وعندها دماغ معقد الى حد ما، هي دي اللي بتحتاج ان هي تتعلم. ايه صور التعلم؟ اول صوره من التعلم واشهرها الهابيتويشن، وبيجي عليها اسئله كتير قوي. يعني ايه هابيتويشن؟ يعني التعود. طب يعني ايه التعود؟ ان لو في ستيمولوس عمال يتكرر مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، انا ما عدتش هديله ريسبونس. بمعنى، عارفين يا شباب لما يكون في واحد مثلا حد من زمايلنا باباه عصبي جدا، كل يوم يصحى الصبح يزعق ويشخط ويعمل قلق، صاحبنا ده لما يلاقي باباه بيزعق هيخاف او هيرتبك او يعني هيفرق معاه، ولا خلاص هو كل يوم بيزعق هيسيبه يزعق؟ هيسيبه يزعق. ليه؟ لان الزعيق ده بقى حاجه متكرره فانا اتعودت عليها فما عدتش بديلها ريسبونس. الهابيتويشن معناها كده ان انا باجنور البريزيستنت ستيمولوس، الستيمولوس لما يتكرر كتير، المؤثر لما يتكرر كتير انا هبدا ان انا اتجاهله. الاكزامبلز اللي عندي هنا، السكير كرو ده اللي هو خيال المآتة. العصافير في الاول كانت بتخاف منه وتطلع تطير، بس بعد شويه اتعودت على وجوده واتعودت ان هو موجود هنا على طول، فبقت عادي بتيجي تقف عليه. ليه؟ ما عادش بيخوف. عندنا اكزامبل تاني، الهايدرا، كائن صغير كان حطينا منهم شويه في طبق وخبطنا على الطبق بالمعلقه، مع الفايبريشن القوي ده الهايدرا كانت بتنكمش حوالين نفسها وتتكور كده وتخاف. قعدنا نخبط باستمرار باستمرار باستمرار، بقينا احنا عمالين نخبط والهايدرا عماله تلعب في الطبق ولا فارق معاها. ليه؟ عشان اتعودت على البريزيستنت ستيمولوس اللي احنا حطيناه. فتاني نقول الهابيتويشن يعني ايه؟ يعني التعود، وبيجي لنا عليه اسئله كتير وامثله كتير. لما الستيمولوس بيتكرر كتير انا ببدا ان انا اتجاهله. طيب النوع اللي بعد كده في الليرنينج الاسوشيتيف ليرنينج، وده هنقسمه لحاجتين، الكلاسيكال كونديشننج والاوبرانت كونديشننج. تعالوا يلا نبدا بالكلاسيكال كونديشننج. بيقول لك هنا one stimulus become linked to another. يعني ايه؟ انا وصلت كاني عندي تو ستيمولاي مختلفين عن بعض، انا ربطتهم بربطه، فدي اسمها كونديشننج، ان الكونديشن ده بيصحبه الكونديشن ده. اشهر حاجه عندي الكلاسيكال كونديشننج. هنا في تجربه مشهوره قوي عملها راجل اسمه بافالوف. ده عمل ايه؟ في اول يوم جاب الكلب وقدم له اكل، فلقينا ان الكلب بيسلايفيت بيريل على الاكل بتاعه، وده منطقي. في نفس اليوم جبنا جرس وضربنا الجرس، في سلايفيشن؟ مفيش. الراجل ده حب ان هو يعمل عند الكلب رابطه او وصله، يعمل كونديشننج ما بين الاكل والجرس، فبقى كل يوم يضرب الجرس وبعدها يقدم الاكل، يضرب الجرس وبعدها يقدم الاكل ورا بعض على طول. فبقى الكلب بيعمل ايه؟ بيسلايفيت، بيتفاعل معانا. احنا فهمنا كده ايه؟ الكلب فهم انه ضربة الجرس دي معناها ايه؟ معناها ان الاكل جاي. جينا في يوم بعد شوية بقى، بعد فترة طويلة من التجربة دي، ضربنا الجرس بس من غير ما نقدم اكل. ايه اللي حصل؟ حصل سلايفيشن، رغم ان الاكل الحقيقي ما جاش ولا في اي ستيمولس له علاقة بالاكل، بس خلاص احنا ربطنا عند الراجل ده ان الجرس بيساوي اكل، فدلوقتي الجرس بس بقى كافي ان هو يسلايفيت. وصلت؟ فانا عايز اقول لك ايه في الكلاسيكال كونديشننج، كاتبها لكم بخط صغير هنا اهو، ان الريسبونس حصل رغم ان الاستيمولوس الحقيقي او الاستيمولوس الاصلي اللي بيسبب للريسبونس ده ما حصلش. هو الطبيعي ان السلايفيشن مع الاكل، فلما يشوف اكل او يشم ريحه اكل يبدا يسلايفيت. لكن لما عملت كلاسيكال كونديشننج انا ربطت مؤثر تاني اللي هو الجلوس بالاكل، فالريسبونس حصل. جابوا لنا في مره سؤال ان مش عارف الواد فتحي راح ياكل حواوشي مش عارف فين، فجاله تسمم في بطنه وبطنه بدات توجعه وحصل كده. تاني يوم راح المدرسه، حد من اصحابه قال بس كلمه حواوشي جنبه. خد بالك مفيش اي ستيمولوس، مفيش حواوشي قدامه، مفيش ريحه حواوشي، محدش قال له يلا نروح نجيب حواوشي، احنا بعاد خالص عن القصه دي. بس بمجرد ان الكلمه اتقالت قدامه بطنه وجعته، يبقى ده ده كلاسيكال كونديشننج. ليه؟ لان الاستيمولوس الحقيقي ما حصلش، بس مجرد تذكره للكلمه وجعت له بطنه، وجعته وجع حقيقي، فده كلاسيكال كونديشننج. الاوبيرانت كونديشننج مختلف شويه، هو بيعتمد على الثواب والعقاب، الريورد اند بانشمنت، والتجربه والخطا. ما هو انا هعمل تجربه هعمل تجربه هعرف منين انا صح ولا خطا؟ بناء على الثواب والعقاب. زي ايه الاوبيرانت كونديشننج؟ زي ما احنا صغيرين ماما كانت بتقول لي لو صليت الخمس صلوات في وقتهم انا هجيب لك حاجه حلوه، طب لو ما خلصتش الواجبات بتاعتك انت هتتعاقب.
تمام. فانا كنت بقى خلاص انا عايز الحاجه الحلوه، فبقوم اصلي 5 صلوات، او انا كنت عايز ان انا ما اتعاقبش او خايف من العقاب، فكنت بقوم اعمل الايه الحاجه اللي بتديني بانش، يعني اللي ماما طلبتها مني دي. او حاجه تانية، الريورد والبانشمنت مش لازم يكون في حد بيديهولك. احنا لما بناكل كاندي، لما بناكل شوكليت، الدوبامين في جسمنا بيعلى فبنستمتع. طب ما ده ريورد، دي مكافأة. انا لما بلمس حاجة سخنة بتلسع، مش ده بين؟ ما البين ده بانشمنت. فانا بطلت البس الحاجات السخنة، بطلت المس الحاجات اللي بتشوك، وبقيت باكل الحاجات الحلوه، الحاجات اللي بتسكر اللي بتديني دوبامين. ما ده ريورد اند بانشمنت. عرفت ان انا لو اكلت الحاجه المسكره دي هتديني ايه؟ طاقه، وهتظبط لي مزاجي، ولو ما اكلتهاش هتديني ان انا ابقى كئيب وكده. فالاوبيرانت كونديشننج ايه اللي حصل فيه؟ الاوبرانت كونديشننج فيه ريورد اند بانشمنت، وبيحصل بالترايل اند ايرور. في مره راجل اسمه سكينر عمل تجربه صغيره، جاب الفار حطه في الصندوق ده وحط له زرار، الزرار ده لما يدوس عليه يجي له اكل. هو محدش علمه الموضوع ده. في مره هو خبط في الزرار فنزل له اكل، فبقى كل يوم يروح يضغط على الزرار عشان ينزل له الاكل اللي هو محتاجه. فهو ربط ان الزرار ده بيجيب لي بانش، بيجيب لي ريورد اللي هو الاكل بتاعي. الاوبرانت كونديشننج في الحقيقه هي الطريقه اللي احنا بنستخدمها علشان نربي نفسنا ونربي ولادنا، وكمان عشان لو هندرب الحيوانات بتاعتنا او كده بندربها بنفس الطريقه، ريورد اند بانشمنت، ثواب وعقاب. فاحنا اساسا لو سالني عن انيمال تريننج في الامتحان هقول ان احنا بندرب الحيوانات بالايه؟ بالاوبرانت كونديشننج. هو ينفع كلاسيكال كونديشننج بس مين ميثود اوف تريننج هتبقى الاوبرانت كونديشننج وليس الكلاسيكال. تمام. بعد كده كلمه سهله قوي ولذيذه قوي اسمها الامبرنتنج. في راجل اسمه لورنز اكتشف ان صغار الاوز بيفضلوا ماشيين ورا مامتهم فتره طويله. المنظر اللي بنشوفه في توم وجيري كده، ان هو في وزه كبيره ماشيه وراها طابور وز صغير ماشي. في الحقيقه الامبرنتنج ده وسيله ربنا خلقها جواهم عشان يفضلوا ماشيين ورا مامتهم، ياخدوا منها الرعايه وياخدوا منها الاكل وياخدوا منها العنايه والحاجات اللي هم محتاجينها. لورنز عمل تجربة، قال لك هما في الحقيقة مش بيمشوا ورا مامتهم، هما بيمشوا ورا الفيرست موفينج اوبجكت اللي هما شايفينه. فخلى دول أول ما يفقسوا يشوفوا لورنز نفسه، فزي ما انتم شايفين في الصورة كده فضلوا ماشيين ورا عم لورنز اهو. فده اسمه الامبرنتنج. تمام. وده من المواضيع المهمة، الامبرنتنج، وبيجي عليها أسئلة كتير. يعني ايه امبرنتنج؟ بيقول لك ده ليرنينج بيحصل during a sensitive or critical period in life، أول ما اتولدوا، وبيفضل irreversible during that time. هيفضل لمرحلة من حياتهم لغاية ما يوصلوا لقدر من الماتيورتي أو قدر من النضج ماشيين ورا مامتهم، أو في المثال بتاعنا ماشيين ورا لورنز. تمام. فدي حاجة يعني خدوا بالكم يا شباب من حاجة، الامبرنتنج ده ليرند، ده ما هوش النيت. هما ما اتولدوش كده، هما بعد ما اتولدوا شافوا مامتهم أو شافوا لورنز ففضلوا ماشيين وراه. فالامبرنتنج هو ليرنينج. في كلمة ليرنينج هنا مهمة، ما هواش النيت بيهيفير. ما جاش فيها اسئله الجزء ده بس لازم تفهموه كويس. لورنز وامبرنتنج كلمتين ماشيين مع بعض دايما، لما تشوف لورنز اختار امبرنتنج، ولما تشوف امبرنتنج اختار لورنز. تمام. اخر حاجه بقى معانا في الشابتر ده السوشيال بيهيفير، السلوكيات بقى اللي فاتت دي كلها كانت سلوكيات فرديه. تعال نشوف السلوكيات في المجتمع، ايه الانتراكشنز اللي بتحصل ما بين حيوانين وبعض. اول حاجه عندي الكوبريشن، يعني التعاون. يعني ايه؟ لو في اسد رايح يصطاد مش هيطلع يصطاد لوحده، بل بالعكس الاحسن ان هيطلع مجموعه من الاسود مع بعض يصطادوا ويستفيدوا مع بعض، يتعاونوا مع بعض. وعاده ده اللي بيحصل، هما بيصطادوا في قطيع. الكلمة التانية الاجونيستيك بيهيفير، السلوك العدواني. لو في قطة انت جربت تقرب من بنتها او تقرب من اكلها هتبقى عنيفة جدا معاك، وهكذا مع القطط التانية او مع الحيوانات التانية بتبقى عنيفة عشان تحافظ على اكلها، تحافظ على ولادها، تحافظ على البيت او المكان اللي هي عايشة فيه. فده الاجونيستيك بيهيفير. بس عادة الحيوانات ما بيكونش في الاجونيستيك بيهيفير بتاعهم عايزين ان هم يأذوا بعض. تاخدوا بالكم منها قوي في الكلاب. هو الكلب بيقعد يصيح عليك لغايه ما ما تعمل اللي هو عايزه، لو مشيت خلاص ممكن يسيبك. وبرضه لو حصل حرب، او يعني مش هينفع نسميها حرب، لو حصل زي صراع ما بين كلبين، ما بيبقاش هدف كل كلب ان هو يقتل التاني، هو هدفه ان هو يثبت ان انا الاقوى، انا الكسبان. خلاص انا الكسبان فانتهت. لو انت استسلمت انا خلاص انا مش عايز اذيك، بس انا خلاص انا بقيت الدوميننت. وده بسبب ان الحيوانات برضو عندها زي تسلسل هرمي كده. الحيوان الاخضر المرسوم قدامكم ده ده الالفا، ده اول واحد، ده الاسد، ده الاسد الملك. تمام. فاكرين مفاسا او سيمبا؟ ده القائد، كل الناس بتسمع كلامه بلا استثناء. طب واللي تحته على طول بيتا،
كل الناس بتسمع كلامه ما عدا الفا، وهكذا درجات. فاحيانا بنخش في صراع، بنخش في اجونستيك بيهيفير عشان نثبت الدرجه بتاعتنا. كل سمكه، كل حيوان كمان بيكون له موطن او مكان معين بيعيش فيه، فبالتالي ان هو بايه بيحط فيه الاكل بتاعه وبيحافظ عليه وبيحميه وهكذا. اخر كلمه عندي مهمه اسمها الالتوريزم، الايثار. يعني ايه الايثار؟ ان انا افضل غيري عن نفسي رغم ان انا محتاج. مش ربنا بيقول ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ولو كان بهم حاجه وفقر شديد؟ اهو ده الايثار. عندي هنا اكزامبل مثلا زي ايه؟ الاكزامبل بيقول لك في مره كان في خفاش بات راجع من بره، لقى اخواته ما اكلوش حاجه في اليوم ده. انتوا عارفين الخفاش بيتغذى على الدم، فلما رجع قام مطلع مرجع من بطنه شويه دم ومديهم لاخواته عشان هم ايه ياكلوا هم كمان. فدي سميناها ايه؟ سميناها التوريزم، سميناها ايثار. فالايثار هو السلوك اللي بيقلل ان انا بضاعف من نفسي او بكرم غيري على حسابي. وعندنا سبيشال تايب من الالتوريزم اسمه الكين سelection. يعني ايه كين سelection؟ ان انا اضحي بنفسي لدرجه ان انا اموت علشان القبيله بتاعتي او عشان اخواتي او عشان الكين بتاعتي تعيش. زي ايه؟ زي انا مثلا النحله، لو انت قربت من خليه نحل، في نحله هتطلع بعنف شديد تقرصك، وهي بتقرصك عارفه ان هي هتموت، بس هي ما عندهاش مشكله. ليه؟ لان لما حضرتك هتبعد، اخواتها والخليه بتاعتها تفضل عايشه. فهي ضحت بنفسها في سبيل ان قرايبها والجينات بتاعتها اللي موجوده في وسط قرايبها هتكمل وهتعيش. برضو جالنا مره في سؤال جالنا ايه؟ ان في قرد لقى ان في بريديتور، في عدو جاي ياكل يعني على ايه، على القبيله بتاعته او على اخواته. فطلع فوق شجره وصرخ بصوت عالي عشان يحذر قرايبه واصحابه. فالبريديتور شافه، ما انا طلعت فوق الشجره، بقيت انا كشفت عن مكاني كده. فالقرد نفسه اتقتل واتاذى، لكن هو حمى ايه؟ القبيله بتاعته. فده برضو كان اكزامبل على الكين سelection. ده كده الانيمال بيهيفير ايه باختصار. تعالوا يلا في دقايق نبص على الاسئله اللي جات لنا في الشابتر ده، سواء الناس اللي داخله اكت او الناس اللي داخله اي اس تي. اسئله الاكت هنا محدده قوي. الاسئله اللي جت في الاكت هنا كلها بتدور حوالين فكره الانيت بيهيفير. ان دلوقتي بيقول لك شيك هاتشز فروم ذا ايج، البيهيفير ده هيعتبر ايه؟ هيعتبر انيت بيهيفير without prior learning او without prior experience. بيقول لك برضو مين في دول innate behavior، عشان اختار ان السي تيرتل هاتشلينج orienting itself towards the ocean. هي لسه فاقسه حالا، لسه الهاتشنج بتاعها دلوقتي، فبالتالي هيحط نفسه اول ما طلع من الجراوند نست بتاعه. يبقى هو دلوقتي ملحقش ان هو يتعلم، دي حاجه ربنا خلقها جواه. هنا برضو بيقول لك ان الكوكو eggs are placed in the host nest and they hatch they will push the other species. هم لسه فاقسين من البيضه، محدش لحق يعلمهم حاجه. فده برضو innate behavior. يمكن دي الفكره اللي شفناها كتير في اسئله الايه الاكت بالنسبه للشابتر ده. بالنسبه للشباب بتوع الاي اس تي برضو ما عندناش اسئله كتير هنا في الانيمال بيهيفير. هنا ازاي هدرب الكلب بتاعي، ده هيبقى operant conditioning زي ما قلنا. لما هشوف لورنز هختار امبرنتنج من غير ما افكر كتير. سؤال رقم 3 بيقول لك ايه؟ ان في بيردز على السايد اوف ذا ليك، the side of the road take flight when car approach. لما شافوا العربيات كانوا بيخافوا. طيب بعد شويه العربيات كتير بقت بتعدي من غير ما تأذي الطيور دي، فما عادوش بيخافوا. ده اكزامبل على ايه؟ على التعود، الهابيتويشن. اسئله كتير كلها صريحه. ايه اللي هنا ممكن يبقى فيه فكره زياده؟ لما يقول لي trial and error learning انا هختار الاوبرانت conditioning. الفيكسد اكشن باترن initiated by external stimuli called، ها قول يا بطل. ماشي يا بطل، science stimuli. ده اللي كنت بقول لكم عليه، الباتس لما بيرجع الدم ويديه لايه؟ لاخواته. ده هسميه ايه؟ ده هسميه التوريزم، ايثار. كان في سؤال تاني برضو عن الايثار هنا مهم هنقابله دلوقتي. ولد عنده 7 سنين بيكمل الهومورك علشان عارف ان مامته هتديله الكاندي. ده كده reward and punishment، يبقى operant conditioning. ده بقول لك المونكي اللي طلع فوق بصوت عالي وادى مورنينج كول، حذر اصحابه علشان البريديتورز ياخدوا ايه، يعني ينتبهوا ليه هو، لكن اصحابه يلحقوا ان هم يستخبوا. فده نوع من انواع الالترويزم اسمه كين سelection، ان هو ضحى بنفسه من اجل اصحابه. في هنا كلمه ما قلناهاش عايز اقولها لكم، اللي بيقول لك الستودنت ده بينام بالليل وبيصحى بالنهار في ميعاد معين. اللي احنا عارفين الكلمه اللي احنا بنقول عليها الساعه البيولوجيه، هو جسمه تعود على مواعيد معينة للنوم ومواعيد معينة للصحيان.
ده بنسميه ايه؟ بنسميه الكريكارديان ريزم. برضو من الحاجات الصعبة أو من أسئلة الفلسفة بتاعت الاي اس تي، بس بما انها جت فلازم نعرفها. النايت اللي هو ان انا عندي سايكل للنوم للنايت والويك للسليبنج والويك اب، ان انا عندي نظام معين ان انا باجي كل يوم الساعه 8 الصبح بصحى لوحدي حتى لو ما فيش منبه. ده هيبقى كريكارديان ريزم، وده اصلا حاجه بتتحكم فيها البرين، وكميه من الهرمونز اللي موجوده في جسمنا بتتظبط على مواعيد الايه، النوم والصحيان. تمام يا شباب، انا كده خلصت الانيمال بيهيفير وبصينا على افكاره واسئلته. اتمنى اكون قدرت افيدكم، وان شاء الله في اقرب وقت لو عرفت اسجل لكم حاجه تانية اكيد برضه هسجلها لكم ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله يا ابطال.